حديث النبي عليه الصلاة والسلام اللي قال فيه المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف. والطبيعي إن احنا أقوى من الظروف بمدد ربنا. المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف وفي كل خير. احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز. هي الست الطيبة الشاطرة اللي استثمرت رجل الحمار اللي عندها وما استنتش الإبرة وغزلت، هي استعانت بربنا سبحانه وتعالى ولم تستسلم للعجز. فبص على إمكانياتك وسمي الله واعرف إن ربنا سبحانه وتعالى مدده في ظهرك. ولو عايز تعتذر اعتذر للظروف وقول أنا مكمل وربنا هيساعدني إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال، اللهم امين. جيلكم النهاردة بقى بروتين جديد ويوم كده كله تحفيز ونشاط، ان شاء الله يعجبكم جدا. حبيت اشارككم بقى حاجات كده كتير حلوة في تفاصيل يومي. وقبل ما نبدأ بقى ما ننساش ندعي لأمواتنا بالرحمة والمغفرة، وندعي كمان لأهل فلسطين ربنا يثبتهم وينصرهم وإن شاء الله يقويهم يا رب. تعالوا بقى نعمل مع بعض صينية الكيك القمر دي. عايزة اقول لكم بجد يعني فايته كتير اللي مش هيعملها بنفس الطريقة. عملناها طبعا مع بعض قبل كده، وكل اللي جربها يعني عجبته، وكمان خلاص يعني بقت طريقته بقى المعتمدة. ان شاء الله هتجربوها وهتدعولي عليها. نبدأ بسم الله. واول حاجة كده هعاير كوبايتين من الدقيق. بصوا يا بنات، هو انا بستخدم دقيق متعدد الاستخدامات او دقيق سايب. مفيش مشكلة، يعني المهم تكوني يعني مجربة الدقيق اللي بتستخدميه وعارفة ان هو كويس. هحط بقى على كوبايتين رشة ملح صغيرة كده، وهاخد بقى من كيس البيكنج باودر يعني معلقة واحدة بس. بصوا، هو انا مش بحط الكيس كله، عشان بصراحة يعني بيخدعني، يعني بيخلي الكيكة تعلى كده مرة واحدة ومرة واحدة الاقيها تهبط مني. لا، هو انا بصراحة متعودة دايما ان انا باخد معلقة واحدة بس مليانة، اللي هي بتكون الهرمية دي، فاهميني؟ وبس كده هنخل بقى الدقيق مع البيكنج باودر بالشكل ده. وكنت هنا محضرة بقى 3 بيضات، يعني حجمهم كانوا صغير كده. لو انت عندك بيضتين كبار اعملي 2 بس، وانا غالبا بعمل 2، ولكن النهارده ما كانش عندي غير بيض صغير. حطيت بقى على البيض كيس فانيليا، وحطيتهم بقى في شفشق الخلاط بالشكل ده، وهنزل بقى ببقية المكونات. طبعا لازم ننزل كمية البيض كلها، وعشان طبعا المقادير تكون معانا مظبوطة. يبقى احنا استخدمنا النهارده كوبايتين من الدقيق، حاطين عليهم معلقة واحدة من البيكنج باودر ورشة ملح. بصوا، هحط بقى على البيض كوباية الا ربع كده من الزيت. هحط على الخليط كمان كوباية كده من الحليب، نفس الكوباية طبعا اللي بعاير بيها كل المكونات، هي كوباية واحدة. وهحط كمان كده معلقة كده من الخل. بصوا، بتودي الكيك بصراحة في حتة تانية خالص. هحط على الكمية دي كوباية ونص كده من السكر. بيبقى سكرها مظبوط على كوبايتين دقيق. لما بحط كوباية ونص من السكر كده بيكون سكرها مظبوط. اخر حاجة بقى يعني هحط رشة صغيرة كده من الكربوناطة. الرشة دي بقى مع الخل يعني بتخلي الكيكة لونها فاتح وجميلة. بصوا، ايا كان بقى نوع السكر او الزيت اللي بتستخدميه، هتطلع معاكي فاتحة وهشة ولونها حلو قوي. هو انا بقى بحب بصراحة ان انا ابطن الصينية الاول قبل اي حاجة علشان تاخد راحتها كده، ويعني تكون متغلفة معايا بالدقيق كويس. بحط نقطة سمنة كده الاول صغيرة خالص وبدهنها بالشكل ده، وبعد كده بقى ببطنها بالدقيق. ده طبعا بيخلي بقى الصينية معايا يعني وهي بتتقلب ما تلزقش وتتقلب معايا بكل سهولة. يعني حاولوا دايما تعملوا الخطوة دي قبل بقى ما تقلبوا الخليط والمكونات على بعض. تمام، هركنها بقى على جنب، واروح بقى اضرب المكونات بتاعتي كده في الخلاط كلها بالشكل ده. بصوا، وانا حطيت كل حاجة مع بعض في الخلاط. طبعا ممكن نستخدم برضو المضرب اليدوي اللي هو السلك، مفيش اي مشكلة، بس هتاخد منك مجهود شوية. بصوا، الكيكة دي بصراحة سهلة جدا ومقاديرها يعني انا استحالة اغيرها خالص، وبتطلع معايا ما شاء الله ما شاء الله اللهم بارك كل مرة بنفس النتيجة. بتبهرني بجمالها، ان شاء الله لما هتجربوها هتعجبكم جدا. بصوا، هفضل بقى اضرب في الخليط كده لحد ما يعمل معايا بقى فقاعات الهواء اللي انتوا شايفينها دي، وبس كده. بصوا، يعني الفوم اللي على الوش ده بيبقى كده، ده دليل ان الكيكة بتاعتك ان شاء الله تكون ناجحة معاكي. هاخد بقى الخليط وهفضيه في طبق كده غويط او بولة غويطة، وهنزل بقى بكمية الدقيق بتاعتي اللي انا حاطه عليها رشة الملح والمعلقة البيكنج باودر بالشكل ده، وهقلبهم بقى كده في اتجاه واحد. اهم حاجة بقى ما نبالغش في التقليب،
يعني مجرد ما تلاقي الدقيق بتاعك يعني اختفى معاكي خالص، خلاص وقفي بقى تقليب. لان طبعا كتر التقليب بيهبط الكيك وبيخرج، يعني بيخلي بقى الهوا يعني مش هتطلع مظبوطه معاكي، فاهميني؟ مش هنبالغ، احنا بس يا دوب تقليبتين 3 كده، واهم حاجه على اتجاه واحد زي ما انا بعمل. بس اول ما يعني ما تجربي اي حرف كده ويثبت معاكي، خلاص تعرفي كده ان الكيكه بتاعتك قوامها مظبوط. لو حسيتي ان هي خفيفه قوي، ممكن بقى تزودي معلقه دقيق وتقلبي. ولو تقيله ممكن برضو نزود معلقه حليب او معلقتين على حسب بقى كميه الدقيق بتاعك. هنزل بقى بالخليط بتاعي كله على الصينيه اللي احنا مبطنينها مع بعض. وفي الوقت ده بقى على طول بكون مشغله الفرن بتاعي. يعني انا بشغله اول ما ابدا اقلب الخليط، مش بشغله من بدري يا بنات، لا. بيخلي الكيكه تعلى بسرعه وتهبط منك مره واحده، لان طبعا الفرن بيبقى ساخن جدا. احنا بنسخنه اول ما تحطي الخليط بتاعك زي ما انا عملت كده على طول. وبس خرجي بقى الهوا كده، هبدي الصينيه او مثلا بخله. وشوفوا ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك، حلوه جدا ريحتها بجد وقوامها. يعني حاجة كده جميلة بجد، ان شاء الله هتجربوها وهتعجبكم وهتنبهروا بطعمها. كيكة سهلة وبسيطة وحلوة، وبجد مفيش اجمل ولا ألذ من كده. شايفين الجمال؟ نسيت اقول لكم يا بنات، قعدت معايا في الفرن حوالي 30 دقيقة. بجد لونها حلو قوي وريحتها وكل حاجة فيها جميلة. بصوا والله من كتر جمالها، يعني ما شاء الله، ابني الصغير بيقول لي ايه ده يا ماما، انت عامله دوناتس كبيره كده ليه؟ هي عشان هشه جدا وطريه وحلوه. وعايزه اقول لكم بقى الخط اللي في النص ده اللي بيبقى فعلا موجود في الدوناتس الناجح، برضو لما بيكون موجود في الكيك بتبقى الكيكه معانا ناجحه وحلوه جدا. عايزه اقول لكم يعني انا مش عارفه، فضلت اصور فيها كتير من كتر ما انا فرحانه بيها، ان هي دايما ما شاء الله اللهم بارك بتطلع معايا كل مره بتبهرني بجمالها. ده بقى كان الفطار بتاعنا. ولادي بقى رجعوا من المدرسة كده وعملنا شاي بلبن، وكل واحد كده أخد قطعة، وكانت اللهم بارك مشبعة وحلوة جدا. تعالوا بقى نشوف هنعمل ايه في بقية اليوم بتاعنا. بس أهم حاجة لازم تجربوا بجد صينية الكيك دي، إن شاء الله هتعجبكم. وهتقولوا لي كمان في الكومنتات إن انتوا عملتوها ونجحت معاكم من أول مرة. رحت بقى كده للغسالة بتاعتي، وكان عندي كده شوية غسيل لونهم أبيض. قلت بقى أحطهم كده يعني بالمرة كده جنب مني وأنا شغالة يعني في بقية شغل اليوم. بس حطيتهم كده وحطيت بقى المسحوق. وبحب أحط معاهم كده معلقة صغيرة كده من ملح الليمون. بتنضف الغسيل يا بنات، وبتخلي بقى الغسيل الأبيض كده يعني مزهزه ولونه جميل. وبس هشغلها بقى ويعني أسيبها كده بقى مع نفسها. لحد بقى ما اخلص بقية الحاجات اللي هعملها في يومي. النهارده هنعمل مع بعض حاجات كتير حلوة قوي. ما تجريش الفيديو، ان شاء الله هتستفادي منه بإذن الله. لو وصلتي بقى معايا لحد هنا في الفيديو، صلي على النبي بقى تحت في الكومنتات، واكتبي لي بقى يعني بتتابعيني منين، وكمان ما تنسيش تحطي لايك وتشتركي في القناة. تعالوا بقى اوريكم طلبت ايه كده من البياع بتاع الخضار اللي بتعامل معاه، عشان ما كانش عندي حاجة خالص يعني في المطبخ وكده ولا في التلاجة. وكمان كنت عايزة اعمل غدا ومحتاجة بقى الطماطم وبطاطس والحاجات اللي انتوا فاهمينها. جبت هنا 2 كيلو خيار تقريبا، كيلو ب 12 جنيه. وكمان البصل اللي يعني لنا الله والله اللي بقى زي الذهب ده الكيلو. جبت كيلو ونص كده ب 40 جنيه. وجبت كمان بتنجان كده، اللي هو بنحب نعمله بتنجان مخلل اللي هو المسلوق ده. بسلقه كده وبحط بقى فيه الدقة بتاعة الثوم وهريسة الشطة، بجد بيبقى حلو جدا جنب أي أكل. خصوصا بقى في الأجواء الشتوية اللي داخلة علينا دي. بيبقى جميل جدا بصراحة جنب الأكل. وجبت بقى يعني كيلو بطاطس ب 20 جنيه، لحد إن شاء الله ما أنزل وأجيب طلبات تانية. وليمون على ما أعتقد كده كان ب 5 جنيه. وفلفل، اللي هو الفلفل الرومي والفلفل الطويل، تقريبا برضو كده ب 10 جنيه. وبصل بقى وطماطم. هو انا طلبت بصل ابيض برضو لان بصراحة بحب البصل الابيض يعني للشربات وكده. وبس كده، وطماطم وجزر وشوية حاجات كده. قلت تنفعني شوية لحد ان شاء الله منزل واجيب طلبات. طلبت معاهم كمان ملوخية. كانوا تقريبا كده ست من اللي هو ست ربط ملوخية، كانت الرابطة تقريبا ب 5 جنيه. اديتهم بقى لبنوتاتي كده، ربنا يحفظهم يا رب ويحفظ لكم اولادكم. قلت كده يعني قطفوها كده جنب مني لحد انا ما اخلص شغل المطبخ. لان انا ان شاء الله الملوخيه دي مش هطبخها، لا انا هغسلها وانشفها، لان احنا بصراحه بنحب الملوخيه الناشفه جدا. بنحبها اكتر من الخضره بكتير، بيكون طعمها حلو كده وخفيفه، وكمان يعني سريعه جنب اي اكل. تمام.
وبس كده غسلت بقى الخضار ونضفته وحطيت كل حاجة في مكانها، وما حبيتش بصراحة بقى اطول عليكم الفقرة دي اكتر من كده. قلت بقى ايه، نلحق كده المانجا مع بعض كده قبل ما تخلص، ونفرز كده كام علبة. ان شاء الله بتنفع يعني في رمضان، سواء بقى العصاير، في الكنافة، في الحلويات، في كل حاجة. بصوا، هو انا بصراحة المفروض كنت شارية اللهم بارك يعني 10 كيلو، تمام، على اساس بقى ان كلهم يعني للخزين وكده. بس انا مش هخبي عليكم بصراحة، انا دخلت المطبخ لقيتهم 5 كيلو بس، هم كشوا بقى معرفش يعني. انتوا عارفين بقى يعني عشاق المانجا بقى واكل المانجا، فاهمين ايه اللي حصل في ال10 كيلو اللي انا جبتهم. المهم قلت لا خلاص بقى انا الحق نفسي كده وادخل ايه، اشيل بقى ال5 كيلو اللي اتبقوا معايا دولت قبل، يعني لو استنيت للصبح مش هلاقي منهم بقى ولا واحدة. المهم بقى يا بنات، انا يعني بحب اقشرها كده واقطعها مكعبات. بصراحة بتبقى سهلة كده وطعمها اللهم بارك كأنها طازة. غير بقى ما بحفظها يعني بحالها او بحطها في اكياس. هو عادي ممكن نحطها في اكياس، بس يعني نقطعها بنفس الطريقة اللي انا بقطعها بيها، فاهميني؟ ولكن بصراحة العلب بتكون سهلة، بطلع العلبة كده اخد منها على قد ما انا عاوزة واللي انا محتاجاه، واقفل بقى العلبة واحط بقيتها في التلاجة في الفريزر، فاهميني؟ عايزة اقول لكم والله انا جربت كل طرق تخزين المانجا. بصراحة ما لقيتش افضل ولا اجمل من الطريقة دي. بصوا هنا انا بقطعها كده مكعبات صغيرة، وبحط بقى على الكمية اللي انا محتاجاها. باخد بقى منها عصير، كل حاجة بقى يعني فاهميني، سواء بقى عايزة اعمل مثلا حلويات، اعمل اللهم صل على سيدنا محمد، ايس كريم، احط على كنافة قطع، اقطع كده ازين، اي حاجة بتكون جاهزة معايا كده على طول. طبعا الحاجات بقى الحتت الصغيرة اللي بتطلع معايا دي برضو انا مش هرميها، لا. انا باخدها البذرة الاول كده بالحاجات الصغيرة اللي بتطلع، وفي الاخر خالص بقى يعني ايه، بطلعها كده بالسكينة حتت صغيرة، وبخليها برضو في علبة لوحديها، بحيث ان هي مثلا تكون دي للعصير او للصوص، الحاجات بقى اللي انتوا فاهمينها دي. تمام. هقشر برضو كل الكمية بنفس الطريقة كده، وبس كده خلاص يعني. بنفس الطريقة عشان مش هطول عليكم الفيديو، عشان لسه معانا حاجات تانية عايزين نعملها. عايزة اقول لكم يعني المانجا خلاص مفيش وقت خالص، لو لسه ملحقتيش تفرزي، هاتي على قد ما يعني على قد ما قدرتك. انا كنت بجيب الاول 5 ب5، ولكن بقى السنة دي بصراحة انا ما جبتش يعني غير ال10 كيلو دولت، وقلت حلوين يعني، هما زي ما قلت لكم صفوا على 5 كيلو، بس بالنسبة لي برضو الحمد لله مرضين. لو لحقت برضو اجيب 5 كيلو تانيين ان شاء الله هجيب. بس انا عايزة اقول لكم المانجا بقى سعرها بيغلى دلوقتي جدا، فما فيش وقت يعني، لو عايزين بقى انزلوا كده ان شاء الله الاسبوع ده. جهزوا كده كام علبة برضو في التلاجة، لان هي طبعا مش بتكون موجودة في رمضان. ربنا يا رب كده يبلغنا شهر رمضان بإذن الله واحنا في احسن حال، اللهم امين يا رب العالمين. بصوا هنا بوريكم بقى الحاجات اللي كانت صغيرة معايا او مهرية، كنت بحطها كده في علبة لوحدها. زي ما قلت لكم بقى هعمل منها عصاير، صوصات. القطع بقى المكعبات دي ممكن بقى للتزيين، للكنافة، الحاجات دي ان شاء الله لو لينا عمر مع بعض بإذن الله نبقى نعملها مع بعض. وبس كده. خلاص بقى نروح بقى نكمل بقية الحاجات التانية بتاعتنا. دخلت طبعا كل الحاجات دي في الفريزر بتاعي. ورحت بقى للملوخية، هنا كنت غسلتها وسبتها بقى كده تنشف قدام المروحة، ويعني هي بتقعد معايا يومين ان شاء الله. الفيديو الجاي بإذن الله اوريها لكم. يعني لو في شمس مش يعني هو يوم بالظبط، ولكن انا طبعا مش ببيتها في البلكونة، فحطها بقى جوه كده في الصالة وبشغل لها المروحة يعني رايحة جاية بقى اقلب فيها. تمام. وبس كده دخلت بقى المطبخ وقلت بقى اشوف الغدا النهارده هنعمل ايه مع بعض. هنعمل النهارده رز ولوبيا باللحمه. عايزه اقول لكم الاكله دي بجد من الحاجات اللي بنعشقها، خصوصا بقى في الجو ده والايام اللي جايه علينا ان شاء الله. المهم بقى بدات اقطع اللحمه كده وغسلتها. انا النهارده كده هطبخ ان شاء الله نص كيلو لحمه. يعني الكمية دي بتبقى حلوة جدا مع الخضار بالنسبة لنا، أو مع الحاجات بقى اللي هي البقوليات، لأن طبعا بيكون جنب منها أكل، فيعني بتوسع في الأكل، فاهميني؟ فالمهم أقطعها كده يعني قطع صغيرة، علشان أنا مش بحب اللحمة جوه الخضار تكون قطع كبيرة، عشان كمان تستوي معايا بسرعة ويكون طعمها لذيذ. غسلتها قطعتها بقى بالشكل ده، وهاخدها بقى كده يعني احطها في طبق، واحطها كده في المية وحوالي مثلا 10 دقايق، وبحط لها نقطة خل صغيرة خالص. تمام. وبس كده. في الوقت ده بقى كنت يعني غسلت معايا كده لوبيا ونقعتها، وقلت كده ايه اسيبها كده منقوعة برضو حوالي ساعة، كنت نقعها بصراحة من شوية، على اساس برضو ان انا لما يعني
احطها على النار ما تاخدش معايا وقت في التسويه وكده، بحيث ان انا انجز بقى في الطبيخ بتاعي، عشان طبعا ما اقعدش يعني ما تقعدش معايا وقت طويل على النار. تمام. ده بقى شكلها بعد ما عدى عليها كده تقريبا ساعه او ساعه الا ربع على ما اعتقد. بصوا زي ما انتم شايفين، يعني اللهم بارك كده، بتكون يعني حجمها بيكون زاد، وده بقى بيخليها بتكون مستوية كده وطرية، وفي نفس الوقت كده ما بتشدش معاكي في الأكل، وكمان مش بتغيب يعني. مجرد بقى كده ما ولعت عليها، بصوا هتابعها بقى. يعني أهم حاجة يعني ما تعليش النار قوي، ههدي النار بقى كده عليها. وقلت بقى اروح جنب منها كده احضر الايه التسبيكة بتاعت يعني الصلصة واللحمة لحد هي ما تجهز معايا. وبس كده جبت بقى حلة وحطيت فيها كده حتة سمنة بلدي. طبعا لو مش موجودة عندي سمنة بلدي بحب اعملها برضو بزبدة طبعا، يعني لو زبدة فيرن برضو بتكون جميلة. المهم طعم سمنة او زبدة يكون حلو، لان هو بيبان بصراحة في طعم الاكل، خصوصا اللوبيا والحاجات دي بتحب يعني السمنة او الزيت يكون طعمهم حلو. وحطيت برضو شوية زيت صغيرين كده ونزلت بقى بالبصل على طول. بصوا كنت بشرها بشر بسيط، يعني مش رفيعة أوي، لأن هي كده كده هتدوب، يعني مش هيكون لها أثر خالص. في نفس الوقت بقى كنت متابعة اللوبيا، لأن بتطلع ريم كده على الوش وحاجات كده شوائب لازم طبعا يعني نتخلص منها، لأن الحاجات دي بتخلي لون اللوبيا معانا بيكون لونها غامق. تمام. وطبعا العين بتاكل قبل البق، لازم يكون لونها فاتح كده وأبيض وجميل. وبس كده البصلة كمان كانت اصفرت معايا بالشكل ده. هنزل بقى عليها على طول بقطع اللحمة كده، وهتبلها بقى. وانا بصراحة مش بحط برضو توابل كتير لللوبيا، هي يا دوب بس شوية فلفل اسود وكام حبة كده من ورق اللورة وفصين حبهان، بس كده. لان اللوبيا من الحاجات برضو اللي بيكون طعمها حلو باللحمة والفلفل الاسود بس. مش بتحتاج لتوابل او حاجات كتير خالص، لا، زي ما انتم شايفين كده. هشوحها بقى كده تشويحة مع بعض كده تشرب من طعم التوابل الجميلة اللي حطيناها دي. وبس كده هغطي عليها بقى وهسيبها كده لحد ما تشرب من او تنزل المية اللي موجودة فيها، وتتشرب كده كمية الصوص اللي هتبقى موجودة فيها. هنا بقى كنت خلاص، يعني اللوبيا قربت تستوي معايا، وزي ما بوريكم كده لونها فاتح وجميل. وخلاص بقى شوفوا بقى طلعت معايا كمية ريم قد ايه. زي ما قلت لكم لازم نتخلص من الحاجات دي خالص، علشان بتغمق اللوبيا وبيكون يعني شكلها مش لطيف خالص. تمام. استوت معايا كده وبقت مظبوطة جدا، شايفين؟ بس كده هطفي بقى عليها على طول، وهاخدها كده صفيها تحت المية واشطفها، وهركنها بقى على جنب لحد بقى ما ما اخلص بقية يعني اسوي اللحمة بقى واسبكها وكده. هنا خلاص كانت اللحمة استوت معايا، وفاضل لها يعني حاجات بسيطة كده. اول بقى ما بتوصل معايا كده للشكل ده، متكونش بقى فيها مية خالص، بحط لها بقى المية السخنة بتاعتها كده، ومش بزود، يا دوب كده على وش اللحمة على طول. مش عايزة مية كتير، لان طبعا هنضيف طماطم وكده، مجرد بس ما هنحط يعني شوية المية دولت هتستوي فيهم. نحط بقى معلقة رشة سكر صغيرة زي ما شفتوا كده. بتسرع طبعا السوا بتاعها، وكمان بتديها طعم حلو قوي. خصوصا بقى الناس اللي عندها حموضة من الطماطم وكده. خلاص كده اللحمة ما شاء الله، يعني اللهم بارك، استوت معايا وبقت حلوة جدا. كنت محضرة بقى طماطم كده وضربها في الخلاط عصير طماطم، ونزلت بيها كده. بصي في الوقت ده طبعا يعني لو حابة بقى تزودي طماطم او تقللي على حسب ما بتحبي. لكن احنا بصراحة بنحب يعني تكون الطماطم بتاعتها كتير وتقيلة. اول بقى ما تتسبك معايا بالشكل ده، بنزل عليها كده بحوالي 5 6 فصوص من الثوم. عايزة اقول لكم بينقلوا طعمها في حتة تانية خالص، يعني ريحتها لوحدها بجد كده يعني تجوع، فاهميني؟ المهم بقى يعني جربوها بجد بالثوم، هتعجبكم جدا وتكون طعمها حلو ولذيذ. انا كان ممكن احمره في الاول خالص مع البصلة، ولكن لما باحطه في الصلصة كده نكهته وطعمه بيكونوا باينين اكتر. وبس كده خلاص هنزل بقى باللوبيا بتاعتي، بعدين زي ما قلت لكم غسلتها وشطفتها. وهنزل بقى على التسبيكة كده، خلاص بقت جاهزة معايا وطشت كل الإدام اللي موجود فيها. هنزل بقى بكمية اللوبيا بتاعتي كده، وهقلبها بقى في الصلصة كويس، وهزودها شوية مية صغيرين، وبس كده. غلوتين 3 كده تشرب من طعم بعض كده، وتاخد من طعم اللحمة والطماطم التسبيكة اللي فيها والتوابل وكل حاجة. وخلاص يعني مش هنقعدها على النار وقت كبير، يدوب بس 5 دقايق. غلوتين 3 ونطفي عليها.
وبس كده قبل ما اطفي عليها بقى هحط كده معلقه كده مليانه من الحباش. طبعا لو عندك ملح وعايزه تستخدمي ملح مفيش اي مشكله، ولكن الحباش ده بيديها طعم وريحه وبيخلي طعمها بصراحه في حته تانية خالص. هو مجموعه من البهارات كده بتدي الاكل طعم خطير جدا. بتخلي ريحته بجد وطعمه مميزين قوي. ان شاء الله لما تجربوها بنفس الطريقه هتاكلوا لوبيا بجد حلوه جدا، والناس اللي مش بيحبوها يعني ان شاء الله بعد الطريقه دي هتحبوا طعمها جدا. طبعًا هي من الأكلات المغذية جدًا ومفيدة للأطفال والكبار، فيعني حاولي كده تدخّليها لولادِك في وسط الأكل، لإن بجد هيستفادوا منها ومن كل العناصر الغذائية اللي موجودة فيها. شايفين اللهم بارك حلوة جدًا، زي ما قُلت لكم إحنا بنحب ناكلها تقيلة كده، يعني الصلصة بتاعتها كده تكون تقيلة. لو أنتِ حابة تخففيها بقى شوية عن كده ممكن تزوديها شوية مَيّة مغليين. وبس كده ده كان بقى غدانا النهارده. عايزة أقول لكم بجد ريحتها حلوة اللهم بارك، طعمها بجد حلو أوي. قدّمتها بقى مع رز بشعرية كده وليمون مخلل، وده كان الغدا بتاعنا النهارده. اللهم بارك يا رب وديمها علينا نعمة واحفظها من الزوال. وبس كده غسلت بقى المواعين وخلصت كل حاجة والدنيا معايا بقت تمام. قلت بالمرة بقى اجيب سيترس الابيض اللي انا بصراحة بعشقه. حلو جدا يا بنات في النظافة وفي غسيل الحوامل بقى والحوائط وكل حاجة. جربت انواع كتير. يعني غالبا كل الالوان. اكتر حاجة بجد عجبتني ويعني نتيجته مذهلة وحلوة جدا اللي لونه ابيض، سيترس الابيض. حبيت بقى بالمرة كده قبل ما أكسل وأقعد أنضف البوتاجاز معايا وأغسل الحوامل، خصوصا بقى إن كان نزل عليها دهون كتير مطرح الأكل وكده. قلت لأ يعني بالمرة بقى أنضفها كده عشان أبقى قاعدة مرتاحة كده وما ورايش أي حاجة. شايفين بقى البوتاجاز اللهم بارك نضيف وحلو إزاي. طبعا يعني أنا عايزة أقول لكم اعتبروه طبق من الأطباق بتاعتكم يوميا. كل ما تخلصي كده المواعين بتاعتك روحي كده مسحة بسيطة على البوتاجاز هيفضل معاكي نضيف وزي الفل. وبس كده خلص الروتين بتاعي. يا رب تكونوا استفدتوا مني ولو بحاجة بسيطة. تشجيعا بقى منك حطي لايك للفيديو واكتبي لي كومنت حلو قمر كده زيك، علشان يشجعني ان انا ان شاء الله انزل وصفات وروتينات جديدة بإذن الله. وطبعا لو لسه ما اشتركتيش يسعدني اشتراكك وانضمامك، تكوني اختي من اخواتي. استنوني ان شاء الله في روتينات جديدة، واقول لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.